ويلي صح فيه. ماهيش رسالة المناصب ولا الشيتا ولا هذا كيما يجي. إشادة بالإرهاب استعمال الهاتف في أغراض إرهابية وجنحتين جنايتين وجنحتين، إهانة رئيس الجمهورية وحية أخرى. وجمانفو تعرفوا جمانفو هذه عبلة قمار اللي قلت لكم هي أقوى من اللي تتصور. شوفي قلت لها ديري لي مونوت في يديا الفيسبوك ليا واي كلمه فيها انا اللي كتبتها واي لايف درته انا اللي درته، ديري لي مونوت في يديا والله ما نحيد على طريقي. صح الدمعات اللي طاحوا على جال البلاد، والله ما طاحوا على جال نفسي. ملف قد هاك الملف شهر قالت لي وانا نقرا فيه، وحدها قالت لي شهر وانا نقرا فيه. قلت لها تعرفي عبله؟ قالت لي نعرفها من خلال الملف. قلت لها اذا حبيتي تكوني محايده ما تشوفيش الملف، روحي شوفي عبله في الواقع، شوفيها في الخدمه علاه كرموها في الخدمه، شوفيها مع الشعب، شوفيها في الساحات، شوفيها في السبيطارات. اذا حبيتي صح تكوني محايده. اقسم بالله والله العظيم كون هزتني للحبس ديريكت. خافوا برك مش خافوا من ما هي معولين عليا بالحقيقه. انا من جاني لهذاك عرفتهم معولين عليا المره هذه، بصح اقسم بالله ثم اقسم بالله اذا كاني بنت عمر جزار المجاهد وحق جدودي المجاهدين وحق الشهداء ودمهم، الا عبله قماري تبقى عبله قماري ولا ترجع دقيقه في اي كلمه قالتها وفي اي شيء دارته. واذا حبيتوا من هذا من اللايف هذا دكوني في السيلوله 10 سنين مش عام ولا زوج. مانيش خير من فريد عبعو، ومانيش خير من العلاني، ومانيش خير من اي واحد راه في الحبس، ومانيش خير من اي حره عدت حياتهم بعد باش يعطوها براءه. مانيش خير من ولاد الشعب، انا بنت الشعب. نتوما كينوقفوا حنا قدامكم تشوفوا علاه. قلت له علاه انا ما جيتكش كخصم رئيس الجمهوريه. قلت له انا ما نعرفش رئيس الجمهوريه تاعك، انا ما نعرفوش كشخص، انا كي نهضر على الممارسات. انا حياتي كل عمل نجي قبل الناس ونروح ورا الناس، بعدها عندي الساحات عندي السبيطارات. هذا واش نعرف، ما عندي انتماء لهاد الحركات اللي راكي تقولي عليها. قلتها ونعاودها انها تنقص من قيمتي كعبله قماري وتنقص من قيمتي كقيمه اجتماعيه وشعبيه، وكتبيها وعاوديها. نعم انا مانيش ناقصه باش تزيدني الحركه ولا باش تزيدني اي منظمه، انا عندي الدنيا كل في البلاد. بصح مشكلتي عبله قماري اني انا اي بطال واي مريض واي حراق واي مهاجر واي مطلقه واي واحد يتعاطى في الرهج والمهلوسات، هذه عبله، هذه عبله. وانتم هذا الشيء لازم يكون، لانه بقائكم مربوط بهذا الشيء. ما نحبش نكون محل شفقه، وما نحب حتى واحد يشفق عليا. دمعات اللي طاحوا على جال بلادي، ما طاحوا على جال حتى واحد، لاني برك حبيت بصيص الامل هذا ما تقطعوش. ديتوا العهدات وما زلتوا امثالنا نديروا فيهم في السجون. انا كي كرمتني نخدم في بونكا عارفين واش معناها، يعني مكان المال واسرار الناس، وتكرمت في منصبي. قلت لها يا سياده الرئيسه كيفاش واحد يكرموه في منصب عنده علاقه بمال واسرار الناس وفي نفس الوقت يتهم بالارهاب؟ قلت لها ما نظنش كان عداله هذا. قالت لي قلت لها نعم اعطيني تفسير هذا، كيف واحد كرموه لانه يخدم في بنكه ومؤتمن على مال واسرار الشعب وكرم تكريم خاص، وفي تجي العداله تتهموا بالارهاب؟ اعطيني العقل اللي يستوعب هذا الشيء. هذه قلت لها هذه اطاحه بالعداله. نعم قلت لك هذه اطاحه بالعداله، طاحه مش بالعداله، نثق في العداله بانما بالاشخاص اللي راهي تسير فيها. لانه دائما نقول لكم انا ما عندي خصم مع حتى واحد، وانا كي خرجت ضد الفساد، خرجت ضد الفساد يا ناس. نتوما قلت لها انتي تروحي وتبولي روح وانا نروح، وتبقى الثوابت هي الارض والشعب اللي لازم تكرموه، وعمره كان 62 وهو مهيون. الارض اللي خيرها ذهب وبترول وغاز وما بانش على ماليه. هام الثوابت، مش انا وانتي وشخص الرئيس ولا اي قايد.
حنا نروحوا بصح يبقى الوطن، وانا واقفه هذه الوقفه وعمري ما راح نزحزح عليها من اجل فقط الوطن. كون عيني في المناصب كون ديتها في الخدمه، قالوا لي سنيه وتطلعي، قلت لهم 10 ملايين ندي فيها نحس روحي ندي اكثر من مجهودي، وهي تسمع فيها ادارتي وتنفي اذا كنت نكذب تنفي. ينفوا هذا الشيء. انا ما خرجش على جال المناصب، وانا هدفي مش دنيوي، هدفي ما هو عمره ما كان دنيوي، عمره ما كان مناصب، ورفضت وهاي اللي عارفين ما عارفين. حبيت نخبركم برك يا خاوتي، ما تحيروا اللي ما فيكرش وتبن ما يخاف من النار. هذه قالت لي ايطاحها بالعداله، قلت لها روحي نفهمك يا ست رئيسه الكلمه اللي ما قدرتيش تستوعبيها. ما اتهمتش العداله، انا قلت لها الانسان اللي كيفه يخرج للشارع وغرضه مش دنيوي ومش منصبي، روحي نفهمك علاه انا نحب نمشي باللي الحق مش في الدنيا. والله غير قلت لها كما قلت لها فهميني سيدة رئاسة، ما تحيديش تفكيرك. حبيت نفهمك باللي انا اللي كي نعود ننظف اليوم، قلت لها كيما انا نظفت هاد البلاصه وشافني مولاها، شافني ننظف وراح شرب الشراب ولا شرب قهوته ولا شرب تاي وعاود لو شافني ننظف عاود طيشها، كل يوم يعاود طيشها. لو كان نمشي بمبدا انه حقي راح يرجع من هذا الانسان والله حقي راح يرجع في الدنيا، والله ما نزيد من غدوه ننظف. هذا واش حبيت نفهمكم، انه الحق صح مش في الدنيا، واللي يحب يخدم لوجه الله انا عارفه باللي ربي هو اللي كافي مش الانسان. عليها تلقوني ننظف بنفس البلاصه 1000 خطره، نفس العبد نعظف له بلاصه 1000 خطره، لاني نمشي بقناعه انه الحق مش في الدنيا، وانه الجزاء من جنس العمل عند ربي سبحانه مش عند العبد، وانه اختراصي ماهيش سياسي، وانه جيت ندير في الخير وحصلت هذه ماهوش مبدئي، وهذا مبدا المنافقين، وانه نخدم باش يعطوني منصب هذا مش مبدئي. انا كي راني واقفه في الشارع واقفه في خدمتي رغم الحقر، انا 20 سنه خدمتها في لابوك، النهار ما عشت العداله حد الان عايشه الحقره في اوجها. بصح جامي درت لكم على خدمتي وصاري فيا اللي صاري فيا في خدمتي، والجرح اللي ما جرحته في خدمتي يعلم بها غير ربي. بصح جامي انتقمت من الناس، بالعكس انا معبوده الجماهير في الخدمه، انا مطلب شعبي في الجيش، رغم ذلك نحوني وماهوش من ادارتي نحوني، يعني نقولوا نعني ماهوش من ادارتي نحوني من الجيش، ونعني واش راني نقول. انا كي مكرت في الاداره عمري ما مكرت في الشعب، لاني ما نخدمش انا مع الاشخاص، انا نخدم مع مبادئي، نخدم مع مؤسسات الدوله، نخدم لاني حابه نزرع شويه امل في الشباب اللي راه يدخل كل يوم يدخل بيأس. تلقاه انت مولا قريب 50 سنه وتخدم قدو 20 خطره، يجيك يأس، نقول له لا انت ما ديش روحك راك تخدم مع الاشخاص، دير روحك تخدم مع ادارتك. تقلق على جل، والله ما على جل روحي يا خويا، ربي يحفظك.